أيها المواطنون، أعلن لكم بكل أسف أننا خسرنا الحرب العظيمة على الرمال الساخنة. نعم، الرمال انتصرت وجيراننا احتفلوا علينا بالشاي والكسكس. من اليوم فصاعدا لا صحراء لنا إلا تلك الموجود في بطوننا بعد وجبة الحرير المغربي. جيني بالكلام الحلو، معليش كلامك يديروا على جيه، خصني شاد حجره في يدي تخرج على الصف نعطيك. هذا يخدم في هذا يخدم في هذا، يعني نتعاونوا على الزمان كما يقولوا حتى تصفى الامور ان شاء الله. نهار اللي تصفى عليا وعد شرفي، هي الاموال اللي تدفق هنا والله عمركم ما شفتوها ان شاء الله. كيف باقي والله غير صار بك ايوبا يا بابا الجزائر الجديدة عيط بلغت عدد إجمالي الطائرات اللي تنزل في المغرب وتقلع أكثر من 550 طائرة. رقم كبير يعني على مستوى المطارات في المغرب. هذا شيء يدل أيضا على المستوى اللوجستي الجوي. المغرب جاهزة بشكل متوافق مع لتلبية حضور الجماهير إلى المغرب والمشاركة، سواء كان الحضور السياحي أو الحضور لكرة القدم ومتابعة المباريات. راح نشوف نحن، أقول لك إياها بكل صراحة، أنا قبل ما تختم أبغى أشكر الشعب المغربي وعلى لساني ولسانك ولسان الكابتن. نعم. تفضل. إنه يعني مثال للكرم والتواضع والحب اللي يربط الشعوب رغم تدليس البعض والإساءات المستمرة على هذه البطولة قبل أن تبدأ هذه البطولة. من العالم الآخر، من العالم الآخر، من الأخير. أقول لك لا تلف وتدور، عطني العالم الآخر. راني نفرغ شويه في قلبي لان بزاف الجزائر بدات تتمس وتمست وفقدت التوازن تاعها يوم قضاو على الطبقه الوسطى نتاعها. كسروا المعلمين، كسروا الموظفين، كسروا هذه، كسر هذه، كسر هذه، تصبح فيه طبقه تاع البؤس والطبقه الكافره